بعد النكسه الجيش قعد يراجع هو ايه اللي حصل، احنا زي ما حاربناش، ولقينا ان الاسباب في 4 حاجات. اول حاجه الجيش ما كانش مستعد للحرب، الجيش اتزق للحرب، الجنود ما كانتش بتتدرب كفايه لدرجه ان الطيارين المصريين كانوا بيتدربوا عدد ساعات طيران اقل بكتير من الجنود الاسرائيليين بيعملوها. ناس كتير تم تجنيدهم واتضافوا على الجيش بدون اي تدريب اصلا او ساعات تدريب، في ناس منهم ما كانتش بتعرف تمسك السلاح، لذلك كان في اوامر ان لازم عدد ساعات التدريب تزيد ويبقى عليها اشراف قوي. تاني حاجه الكرسي كان اهم من الكفاءه، بمعنى ادق كل ما اثبتت ولائك للكبار كل ما كنت قائد في الجيش، وده ادى ان ما بقاش فيه خبره والكفاءه اختفت. تالت نقطه المعلومات اللي وصلت للقياده ما بتبقاش مظبوطه. ده ازاي؟ لان كل قائد مكان بيقعد يبالغ في قدرات الناس، واحنا قد ايه بنتمرن وقد ايه بنتدرب وقد ايه عندنا سلاح وقد ايه عندنا ناس، فبالتالي القيادات كانت بتاخد الكلام ده وتسجله، فوصل لهم احساس مش منطقي بقدرات الجيش اساسا. رابع حاجه ما كانش عندنا غطاء دفاع جوي اساسا، وده اللي خلى مشروع الدفاع الجوي حياه او موت، لدرجه انه صدر قرار انه يكون سلاح مستقل داخل الجيش ويكون ليه قيادات ويكون ليه ترتيبات ويكون ليه طيران. الجيش المصري بدا يشتري صواريخ ارض جو. الحاجه بقى الاخيره والمهمه ان الدعايه دايما قبل الحرب ما كانتش مظبوط، الكلام اللي كان بيطلع من المسؤولين بحماس شديد بدون وجود حاجه على الواقع ده خلى المعنويات سيئه. اذا عشان ترفع المعنويات لازم تكون بحقائق وحاجات واضحه وصريحه. اللي تقدر تستكشفه من القصه دي ان الهزيمه ما كانتش عشان الجندي، الهزيمه كانت عشان القياده والتدريب.